السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير دائما في تمام الصحة والعافية. رمضان مبارك سعيد. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا ان شاء الله بريوات ولا اروع. بريوات بنكهة البسطيلة بالسمك، شي حاجة اللي هماوية رائعة. اللي داقهم عندك صراحة يطلب لك مستحيل ما يطلب لكش المقادير، لأنهم بطريقة سهلة ومبسطة والمذاق اللي أكثر من رائع. نتمنى إن شاء الله ينالوا الإعجاب ديالكم، لأن هذه الوصفة بصراحة رائعة جدا. كنبدلوا مرة على الحشوات اللي كنعملوا كالمعتاد. فاليوم إن شاء الله بغيت نقتسمها معكم هذه الوصفة هذه بالسمك، لأنها كتجي غزالة بزاف. غادي ندوزو مباشرة للطريقة والمقادير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير، عفوا بالنسبة للطريقة اللي هي غادي نبداو بالشعرية اللي غادي نديروها حتى ترقات شوية. من بعد ما سلقت شوية داك الرؤوس ديال الكروفات اللي كانوا عندي وخليتهم حتى طبخوا ليا وكبيتهم فيها باش تطلق ليا ديك النسمة. بالنسبة للحشوة هنايا كيف كتشوفوا عندي واحد البصلة كبيرة مفرومة جيدا، كذلك عندي شوية الثومة، وغادي درت واحد الملعقة ديال الزبدة مع شوية ديال الزيت. غادي نبقاو نحركوا مزيان هاد المكونات حتى نشوفوا البصله بدات كتدبال. هنا عندي شويه ديال الكالامار اللي مقطع الى اطراف صغيره، غادي نشحروه حتى هو مع البصله قليلا. كيف كتعرفوا الكالامار ما نخلصوش باش يطيب بزاف كيقساح الا طاب بزاف. هنا زدت عليه واحد الفلفله صفراء، الا كانت عندكم حمراء ممكن انكم تعوضوها. صافي غادي نخلطوا مزيان هاد المكونات، ثم غادي نزيد شويه ديال الكروفات حتى هو. وغادي دائما نستمروا في الخلط ديال هاد الخلطه هذه العجيبه واللذيذه بزاف. بالنسبه للتوابل عندي ملعقه ديال توابل ديال السمك، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكركم اللي هي ملعقه صغيره، ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، وملعقه صغيره ديال البابريكا والفلفل الاسود، وشويه ديال الحار، وكذلك ملعقه كبيره ديال الهريسه، وشويه ديال الزيتون مقطع، وملعقتين من القزبر والمعدنوس. غادي نخلطوا مزيان هاد المكونات وهاد التوابل باش يتشحروا ليا مزيان مع هاد الحشوه اللي عملناها. دائما غادي نقصوا على النار في هاد الاثناء هادي، وغادي نغطيو عليها وغادي نخليو حتى تطلق ليا داك الماء ديالها، وفي نفس الوقت غادي يطوي ليا الحوت كيطيب. هنا من بعد كيف كتشوفوا تشرب ليا داك الماء اللي كنطالقو مزيان، وهاد الحشوه تعسلت ليا. في هاد الاثناء غادي نزيدو الشعريه اللي صفيناها قطعتها شويه صافي، وغادي نخلطها حتى هي باش تشرب ليا مزيان هاد الحشوه هادي. وزدت واحد شويه ديال لاصوص صوجا اللي ما تصورتش ليا، فنسيت ما يعني انا حطيتها ولكن ما تصورتش ليا. صافي من بعد غادي ناخد جوج ديال الورقات ديال الفيلو اللي غادي ندهنهم هنا بالزيت. ملا بغيتو تعملوا غير ورقه واحده فلكم الاختيار. انا في الاول درت جوج ديال الورقات، وفي الاخير كانت شاط لي الحشوه والورقه كانت عندي قليله فدرت غير وحده، فحتى هي جات بها زوينه. هنا غادي نعمل الحشوه ديالي صافي، وغادي نشكلها على شكل بريوه. غادي نردو الجانب الاخر، يعني غادي نمشيو مره على اليسار مره على اليمين، وفي الاخير غادي نسدو بالماء والدقيق صافي. وغادي ندخلو دوك الزوائد هنايا حتى نتحصلوا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ثم كذلك دائما كندهنوا بالزيت اللي باش يعطيها ديك القرمشه، يعني غير دهنه خفيفه. من بعد غادي نوضعوا الحشوه ديالنا، نوضعوها نبعدوها واحد شويه، ما نديروهاش في الراس ديال الورقه. من بعد غادي نلويو. الا بغيتو تزيدوا لها الفرomاج فلكم الاختيار، ممكن تعملوا الفرomاج حتى هو كيجي بها لذيذ صافي. ونسدوا دوك الجوانب بالدقيق والماء، وغادي ندخلوا هذيك البقيه لتحت من هذيك الورقه كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. الا بانت لكم شي حاجه باقيه ممكن انكم تسدوها بالدقيق. دائما نستمروا في نفس الطريقه، وريت لكم عده طرق هكذا باش تشوفوا الطريقه جيدا، لانها فعلا طريقه سهله ومبسطه. بصراحه هاد البريوات هادو شي حاجه جو روعه، مذاق ديالهم شي حاجه اللي رائعه. بالنسبه لهاد الورقه انا عملت هنا غير ورقه واحده كيف كتشوفوا، يعني جربت معكم واحد الورقه. اعملوا الحشوه على حسب، ما تكتروش بزاف وغير بشويه معها باش ما تقطعش ليكم
صافي. وغادي نسدو الجوانب على هذا الشكل هذا. صافي غادي نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. وهنا من بعد ما كملت وضعتهم هنا في الصينيه ديال الفران. عندي بالنسبه لهاد الخلطه هذه العجيبه اللي عملت شويه ديال الزيت مع الزبده الدائبه وزدت عليهم شويه لاصوص الصوجا. غادي نخلط مزيان مزيان ثم غادي ندهن الوجه ديال هاد البريوات هذه باش يعطيو هذيك التحميره وداك اللون العجيب. ما بغاش نعمل فيها البيض، اللي بغى يعمل البيض فله الاختيار. فدائما دهني باللي حبيتي. فهاد الخلطه هذه حتى هي كتجيبيها زوينه. صافي وغادي ندهن كامل البريوات اللي عندي بنفس الطريقه. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. يعني شي حاجه اللي رائعه، وجربوها اكيد اكيد غادي تعجبكم وتعاودوا تجربوها مره اخرى، لان داك المذاق يعني جات المذاق ديالها بمذاق البسطيله بالفعل. كيف كتعرفوا ديال السمك حتى هي كتجي لذيذه بزاف بزاف. مره مره اننا نغيروا في الحشوات هكذا، باش يعني كنبدلو واحد شويه على حسب المذاقات اللي دائما كناكلوهم عاده. فهاد الحشوه هذه بصراحه شي حاجه اللي ولا اروع. صافي غادي ندهنهم. بالنسبه للفران ديالي عملته كيسخن على درجه حراره 180، كنشعل عليه من الفوق والتحت تيطيبوا ليا ويحمروا ليا ونتلاقاو. هنا بالنسبه للبريوات ديالي من بعد ما قدمتهم في الطبق ديال التقديم كيجيو على هذا الشكل هذا. عملنا لهم شويه ديال الفرماج من الفوق كتزيين فقط. وهادو هما الشكل ديالهم من بعد ما طابوا ليا. كيجيو رائعين محمرين قرمشين ولا اروع. اما الحشوه فضروري ضروري تجربوها وباش تشوفوا النتيجه بعينيكم، لاني واخا نشكر حتى نعيا ما غاديش نادي حق ديالها فعلا. وهاد الوصفه هذه رائعه جدا كيف كتشوفوا الشكل ديالهم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم، ونتمنى ان شاء الله برداج مع الاهل والمعارف ديالكم. واللي مازال ما شارك معنا ما عليه الا يفعل الجرس من تحت من الفيديو باش يوصلوا كل جديد. وكنشكركم على التعاليق الرائعه ديالكم. كنقول لكم بالصحه فطوركم ان شاء الله، وان شاء الله مع مملحات اخرى ومع وصفات وتحليات ان شاء الله في قدر المستطاع باذن الله. هنا من بعد ما قطعت لكم من الداخل كيف كتشوفوا ما شاء الله شي حاجه اللي ولا اروع. حشوه لذيذه وبنينه وكتجي عامره كيف كتشوفوا الشكل ديالها من الداخل. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتشجعونا باللايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم الرائعه. نبقى ان شاء الله نقول لكم الى الملتقى مع فيديو جديد، ونخليكم دائما مع هاد الصور والى اللقاء.